السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير. هذه الفيديوهات هذوما يعني من الفيديوهات الوالا بعد الرجوع إلى القناة. اليوم جبت لكم شكشوكة تاع السلق. هنا قصيت السلق تاعي، غسلته مليح 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 مليح، قصيته هكا كما راكم تشوفوا، ومن بعد نحطو الفور ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما طاب السلق تاعي، هنا واش ندير؟ راح نجيب كمية من البصل، نجيب مقلة ونحط فيها كمية من البصل، وبطبيعة الحال راح نحط شوية زيت. الكمية تاع الزيت يعني المهم شوية بركة، ما بين تتقلى شوية البصلة ونرجع لكم ان شاء الله. ما بين ما تتقلى البصلة تاعي، هنا راح التوابل تاعي راح نحطهم في السلق، وهو يعني كيما هكا. حطيت شوية ملح، حطيت راس الحانوت، شويه فلفل كحل، وشويه تاع كمون، شويه تاع ثوم بودر. هنا الثوم ما حبيتش ندير الثوم طازج باش ما تجينيش الطعمه تاعو قابيه في الشكشوكه تاعي. هنا راح نخلط المكونات هذه كامله. حنزيد شويه هريسه. هنا الهريسه بطبيعه الحال حسب الذوق، يحب الحار اللي ما يحبش. وراح نخليهم هكا مع بعضاهم مدة 5 دقائق ما بين ما تقلت لي البصلة مليح. بعد ما تقلت لي البصلة مليح، هنا راح نهبط السلق. هنا كيما شفتوا درت له توابل وخليته حوالي 5 دقائق، خلطهم مع بعضهم مليح. بعد هنا عندي شويه تاع بطاطا قليتها، قصيتها مربعات صغيره، مع شويه تاع معدنوس. هنا هو الجبن هذا نحتاجو بعد، نخلطهم مليح مع بعضهم. دركا واش ندير؟ راح نضيف البيض. هنا البيض حسب الكميه تاع السلق. هنا الكميه تاع السلق تاعي ماهيش ياسره، راح ندير 2 حبات تاع بيض، نخلطهم مع بعضهم، ونضيف الجبن هكا. بعد نجيب الكريمه السائله، راح نحط كميه من الكريمه السائله، ونحط مغرف يعني ماهيش كبيره ياسر تاع فرينه، هما 2 مغارف صغار. نخلط مليح. دركا نحط الشكشوكه تاعي فوق النار ونقص عليها ماذا بيكم نار قليله خلاه حتى تتماسك لي، ونرجع لكم ان شاء الله. هاي الشكشوكه تاع السلق تاعنا جاهزه. هنا ماذا بيكم تقدموها مع المخللات، تجي طعمتها ولا اروع. هنا انا اللي قراطان هذم والحوايج هذه ديما نحب ندير معاهم شويه عصره تاع قارص. هذه اكيد تبقى كل واحد وذوقه. وهذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم. نخليكم على خير وعافيه، بالسلامه.